هل تخيلت ان مبنى واحد يقطع الانترنت عن مصر كلها؟ ده اللي حصل حرفيا يوم 7 يوليو وسط القاهره. كانت الساعه قرب المغرب والدنيا عاديه جدا، وفجاه النور قطع عن سنترال رمسيس. بعدها بدقايق بس الدخان طالع من فوق المبنى، والناس في وسط البلد شافوا النار مولعه في واحد من اهم مباني الاتصالات في مصر. السنترال دوت مش مبنى والسلام، ده المركز الرئيسي اللي بيربط الارض والانترنت والموبايل ببعض. يعني ده لو وقع البلد كلها بتحس. وفعلا الدنيا وقعت، النت فصل، الخط الارضي مات، حتى موبايل في وسط البلد بقى خارج الخدمه، واتصالات فودافون اورنج كلهم اتاثروا. اكيد حسيت ان الانترنت بدا يتقل فجاه او يقطع، مش كده؟ عموما مش لوحدك، وده اللي حصل لملايين غيرك بسبب مبنى واحد بس. الهدف مش اننا نحكي عن الحريقه، هي حصلت وخلاص. الهدف اننا نكشف قد ايه البنيه التحتيه بتاعت الانترنت عندنا هشه ومتهالكه، وان قد ايه عطل بسيط جدا ممكن يشيل بلد بحالها في 2025. بالنسبه للحريقه، الحمايه المدنيه وصلت بسرعه والنار اتطفت بعد ساعات. في اصابات، في اختناقات، والمبنى نفسه اتضرب جامد. الشركه قطعت الكهرباء بنفسها عشان تحاول تمنع الكارثه، بس الضرر كان حصل خلاص. تخيل معايا ان الانترنت في مصر كلها نزل بنسبه 60% بسبب مكان واحد بس. النت اصلا كان تعبان، السرعه محدوده، الكوتا مضروبه، ومحتاجين مقويات عشان نكمل لحد اخر الشهر. ودلوقتي احنا ما بنبقاش نقول عايزين انترنت غير محدود، احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين انترنت من اصله. في النهايه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال انه هيحول الخدمه لمركز الروضه مؤقتا. مصريه للاتصالات وعدت الناس بالتعويض. بس خلينا نقولها بصراحه، لو بنيه تحتيه كامله ممكن تنهار في دقيقه، فالبلد محتاجه شبكه جديده من الصفر، مش مسكنات. وربنا يستر علينا. سلام.